صعب ان نشرحه نظري، لكن بعطيكم الفكرة للي عنده المشكلة. الموضوع هذا يختص بالدركسون، الصوت اللي يطلع بالدركسون اللي هنا تسمع طقطقة، إذا لفيت تسمع طقطقة، تسمعه مع الحك، تحصله هنا دايم، ودايم يطلع بأشتى لأن البلاستيك يشد. الصوت الثاني اللي يقصد ده تسمع صوت طقطقة مع اللفة، أو وانت واقف تسمع زي الطقة، وانت تداور أو انت بتلف يمين أو يسار معك. بعض المرات هذا الصوت من نفس العمود اللي يربط الدركسون بالدودة. العمود هذا فيه بالمنتصف فيه زي الجلبة أو زي الربلة، أو يسمونها جلبة ألمنيوم. الجلبة هذه إذا خربت من النادر أن واحد يصلحها لك، والأغلب أنهم ما يصلحونها، أو أغلب الورش أنهم يعتذرون بهذه. أغلب الورش يعتذرون أنهم يصلحونها لأنها صعبة الصراحة، تحتاج أنك تفك العمود وتفك الدودة من برا وتفك أشياء كثيرة. إذا طلع لك الصوت هذا لا تشيل هم، وغالبا ما حد يصلحه يعني. خله بس وأبد إن شاء الله ما عندك أي مشكلة، ولا راح يزود ترى أكثر من اللي أنت تسمعه، راح يطلع لك الصوت فقط هذا. أنا والله ذاك اليوم رحت عند أغلب الورش يعني الميازين وحقين الهيدروليكات كلهم اعتذروا عن تصليحها، لكن الأغلب أنهم كلهم اتفقوا على أنها ما منها ضرر ولا منها يعني شيء بعدين راح يخربه. لذلك اللي عنده المشكلة هذه لا يضيق صدره، خلك بس ادعس على الخراب نفسه. حياكم الله. هذا ترى أغلب السيارات مو بس بالباترول، فيه بسيارات التويوتا، أذكر أنا طلع لي بالإف جي وتطلع بفورشنر. لا تشيلون هم، وإذا تبي تصلحه ما عندك مشكلة، بس ترى بيكلف عليك وبيخرب عليك أشياء ثانية ممكن مع الفك، والديكور لازم ينفك. شكرا لكم، وأعتذر عن الانقطاع اللي سبق، والحمد لله الأمور طيبة وكل شيء تمام. السلام عليكم. الأخير قبل أنسى، أي مقطع أنزله هنا بإذن الله راح يكون بالأرشيف، ومقطع تصنيع الباترول راح أنزله بإذن الله بالأرشيف اليوم أو بكرة.